الفنان أحمد هارون بدأ حياته كعارض أزياء، اشتهر بإعلان زيت شعر وتحول في وقت قصير لفتى أحلام البنات بسبب فيديو كليب عمله مع الفنانة أصالة، وطبقة صوته عملت له مشكلة وأزمة في فيلم سهر الليالي. والفنانة أميرة فتحي هي الوحيدة اللي وقفت جنبه في عزاء والدته الوحيدة من الوسط الفني. الفنان أحمد هارون نجم الأدوار الرومانسية. اتولد الفنان أحمد هارون في شبرا سنة 1978. من صغره هو كان بيتمنى انه يكون ممثل. الفنان احمد هارون بيتمتع بجسم رياضي ولياقه بدنيه، درس في كليه السياحه والفنادق، وبدا احمد هارون حياته العمليه كعارض ازياء، بعدها اتجه للاعلانات التجاريه واشتهر بإعلان زيت شعر فاتيكا، وفضل في مجال الإعلانات لمدة 6 سنوات، وبعدها انتقل إلى مجال تاني واشتغل موديل في بعض الكليبات زي كليب اللي صوره مع الفنانة أصالة نصري. ولأنه بيحب التمثيل من صغره وحاسس إن عنده موهبة مدفونة بداخله، دايما كان بيدور على أي طريقة يدخل بيها لعالم السينما، وكان بيحاول يوصل للمخرجين وكمان يقنعهم بنفسه، لحد ما في يوم جات له مكالمة من الدكتور محمد عبد الهادي في استوديو الممثل وطلب إنه يقابله، وده بعد ما شاف صورته على غلاف مجلة. ولما راح له تاني يوم قابل هناك السيناريست تامر حبيب والمخرج هاني خليفة اللي عرضوا عليه المشاركة في دور في فيلم سهر الليالي. كان طالع دور عشيق جيهان فاضل، دور رجل أعمال. وقتها فرح وحس إن حلمه خلاص اتحقق، ولكن كان في مشكلة في الصوت سبب طبقة صوته العالية ما كانتش مناسبة أبدا للدور، وكانوا صناع الفيلم محتاجين صوت أهدى شوية، فقرروا إن هم يستعينوا بالفنان عمرو واكد يكون هو المؤدي للصوت. ولكن أحمد هارون قدم أحسن ما عنده في التمثيل، وقدر بالفعل يحط رجله على أول درجات سلم النجاح، وبقى نجم شباك، وأثبت إن عنده القبول والموهبة. يمتلك مقومات كتيرة، فهو وسيم وشيك وأنيق وموهوب كمان، اجتمعت فيه كل الصفات اللي تخليه فتى أحلام البنات ونجم شباك في السينما. مثل في أعمال كتير زي الفرح وسهر الليالي وفانتازيا وأشتاتا أشتوت مع الفنان مدحت صالح وعلا رامي، وشارك كمان في فيلم بحبك واموت فيك. من أفضل الأعمال اللي شارك فيها أحمد هارون في مسلسل حق مشروع، وده المسلسل اللي علم مع الجمهور. وكانت الشهرة أكتر في 2018 لما شارك في فيلم رعب اسمه قلب أسود، وبعدها شارك في أدهم الشرقاوي، قدم دور بطولة مطلقة أمام الفنانة مي عز الدين في مسلسل الفرح. وفي مسلسل الفرح طلعت عليه إشاعة وقالوا ده أول حب في حياة مي عز الدين، وسابها وساب الفن فجأة من غير ما يقول ليه. وكانت صدمة كبيرة للفنان أحمد هارون لما المذيعة ياسمين عز كلمته عن قصة الحب القديم بينه وبين الفنان مي عز الدين. وقتها كانوا لسه في بداياتهم الفنية وعاملين أول بطولة ليهم في فيلم الفرح في 2004، وطلع وقتها كلام كتير عن قصة الحب بين أحمد هارون ومي عز الدين، لدرجة إن الصحافة الفنية ما كانش وراها غير الموضوع ده. بس فجأة سكت الكلام، والفنان أحمد هارون راح في سكة ومي عز الدين راحت في سكة تانية. وبعد 20 سنة جت ياسمين عز في برنامجها كلام الناس وفتحت الحكاية وقصة الحب القديم، وأنكر الفنان أحمد هارون وقال لي ياسمين عز ما حصلش، ومي عز الدين دي زي أخت. وقتها ياسمين عز بصت له بصة هي مش مصدقة كلام، وكانت ياسمين عز محضرة له بدل المفاجأة 2 و3 زي حكاية النفسانة بين أحمد السقا وبينه عشان خاطر الحصان. والقصة بدأت في فيلم سهر الليالي، وبالرغم من جميع توقعات النقاد للفنان أحمد هارون مستقبل فني ناجح بسبب الكاريزما والوسامة والأناقة والشياك، إلى إن الأعمال اللي بتتعرض عليه بدأت تقل لحد ما اختفى الفنان أحمد هارون عن الساحة الفنية. ورجع الفنان أحمد هارون مرة تانية في سنة 2020 في فيلم سبوبة مع رندا البحيري، ولم يحقق الفيلم أي نجاح. ومن بعدها اختفى الفنان أحمد هارون عن الساحة الفنية. اتجوز الفنان أحمد هارون من خارج الوسط الفني بنت اسمها روان، لكنه ظهر على الانستجرام مع مولدته الأولى بروج في 2018. مؤخرا أعلن الفنان أحمد هارون عن وفاة والدته، والظاهر إنه مليش أي صداقات في الوسط الفني، لأن ما حضرش العزاء إلا الفنانة أميرة فتحي والممثل عادل الفار. من حوالي 2 فجر مفاجأة وتصريحات وقال إن أجواء الوسط الفني غير مناسبة للاستمرار فيه، وإنه بيعيش في حالة من الرضا والهدوء والاسترخاء، ولا يسعى إنه يدخل في أدوار، ولكن لو في دور مناسب هيقدر يرجع من خلاله تكون عودة قوية هيرجع يمثل تاني. ولكن لغاية دلوقتي لم يجد العمل المناسب اللي يجبره إنه يرجع للوقوف تاني أمام الكاميرا، الوقوف من جديد. الحقيقة إن الفن ده حظ، ناس بتعلى وبتشتهر ما يكونش عندها موهبة، وناس موهوبة وكاريزما زي الفنان أحمد هارون الذي لا ينال لا شهرة ولا استمرارية رغم من موهبته، كاريزما وشياكة ووسامة وأناقة، ولكنه اختفى بسرعة، ظهر زي البرق واختفى بسرعة.